السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 للمهاجرين الجدد، الزواج. أولا يا جدعان، أنا بشوف ناس كتير هنا بتيجي أي حاجة فيها روح تاخدها، تمام؟ ده عواقب كبيرة، فيها عواقب كبيرة. العادات والتقاليد مختلفة جدا. الراجل الحر، أنا راجل حر وفيها حرار كتير. ما تقبلش مراتك تبقى لها صديق، ما تقبلش مراتك اللي هي تلبس نص برمودا، تمام؟ الرجاله الحره وفي حر كتير، تمام. تاني هم، انت لما تيجي تتجوز لازم تفهمها. الزواج موده ورحمه وامان وطمانينه، فلازم الشروط دي تتوفر بينكم انتوا الاثنين، تمام. فالعادات والتقاليد مختلفه جدا، فكل بلد لها عاداتها وتقاليدها. فانت ما تجيش هنا البرازيل مهاجر جديد اي حاجه فيها روح تاخدها وتمشي. فانت ما ينفعش تتجوز واحده قد امك، تمام. فانا احكي لكم موقف بقاله فتره. لقيت واحد محترم اتصل بيا قال لي في واحد مصري مراته طرداه. فانا رحت هناك لقيته قاعد في فيلا في حته معفنه جدا وبشنط. لقيته مراته خارجه وراه وشكلها وحش، شبه ست مقطفه. والله ست مقطفه اجمل منها بكتير. فانا قلت له يا جدع انت بتنام معاها ازاي دي؟ فهي كبيره ووحشه وفقيره كمان. فانت يا جدعان لما تيجي تتجوز لازما تفهمها وتفهمك، لازما تتقبل عاداتك وتقاليدك وهي كذلك، تمام. في زواج كتير من برازيليات ناجح، ولكن فرق السن الكبير وحش. هي واخداك آلة جنسية فقط لا غير. فانت لما تيجي تتجوز واحدة يعني من سنك، يعني اصغر منك شويه، اكبر منك شويه، مش قد امك يعني، تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، جوازات كتير برازيليات من عرب ناجحين وناس ملتزمه وبيحبوا بعض وعندهم اولاد وتمام التمام. جواز من البرازيليه مش وحش. الوحش اللي انت تاخد واحده مش مناسبه ليك، تمام. الوحش اللي انت تاخد واحده مش مناسبه ليك خالص، دي الوحش في الموضوع. فانت لما تيجي تختار تعلم اللغه، تعرف على ناس، افتح علاقات، فهتلاقي واحده تتقبلك كوضعك. اما ما تجيش عشان اقامه وجنسيه وكلام من. فانت لما تيجي تتجوز واحده كبيره هتيجي تزعق لها هتجيب لك البوليس، هتيجي تضربها هتجيب لك البوليس، تمام. فانت هتخش السجن، وما ادراك ما السجن البرازيل. فاي واحد هيدخل السجن في عشان ضرب واحده او ضرب طفل بيبهدلوه جوه، تمام. فانت تيجي ربنا هيكتب لك بنت الحلال اللي تناسبك وترضى بوضعك. فالطماطمايه الحلوه يا صاحبي هنا النظيفه متاخده، واللي فاضله تحتاج مصاريف، تمام. تحتاج تصرف عليها، تحتاج تفسحها تخرجها، تمام. فاما واحده تيجي اكبر منك وهترضى بيك وانت لسه جاي ولا عارف تتكلم معاها ولا فاهمك ولا فاهمها، اللي بينكوا بس شويه بالليل وخلاص، فكده ما ينفعش، تمام. فالناس صعب عليا يعني بيخشوا في مشاكل كبيره. فهو بتعلي سلطه مثلا يقوم ضاربها، فهو بتطلب البوليس هينفخك. فانت لا تاخد واحده بنفس عاداتك وتقاليدك، عربيه او عربيه برازيليه او برازيليه ذات نفسها. وفي ناس كتير برازيليات محترمين جدا جدا جدا. في برازيليات كتير محترمين، تمام. فانت اختار على مهلك. فاي جواز مبني على مصلحه فهو هيجي في الاخر هيعق على دماغك. انا اعرف واحد اتجوز واحده عشان مصلحه الجنسيه، وبعد ما خد الجنسيه سافر. والله العظيم قومت محامي وسحبوا منه الجنسيه، يعني قومت محامي وسحبوا منه الجنسيه، تمام. فهو خد الجواز من هنا وفك، فسحبوا منه الجنسيه. قومت محامي وبهدلته فسحبوا منه الجنسيه. فاي جواز مبني على مصلحه فانت هتلاقي عندك الا الخراب والعيشه الزفت، لا مؤاخذه يعني في الكلمه. فانت لما تيجي تنقي سواء برازيليه او عربيه برازيليه او عربيه بس، اختار اللي تناسبك في مستوى سنك ومستوى تفكيرك وتفهموا بعض. غير كده لا يا صاحبي، ما تتجوزش واحده وحشه وكمان فقيره، تمام، وقد امك. فدي العيب في عيني يعني، انا دي اللي بيزعلني. اللي هي لو كبيره وحلوه مبلوعه، اما كبيره
ووحشه وقد امك، دي اللي مش مبلوعه. وانا بتكلم في كده نصيحه ليكم ولله. فالجواز امان، طمانينه، موده. فتوفر الشروط ديت وتوكل على الله وابن اسره سعيده. غير كده جواز المصلحه ما بيجيش الا الخراب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.